السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة طبعا مع كل صيف جديد. أنا هقول لكم على قرية في العين السخنة اللي هي قرية إيليت بيتش العين السخنة. قرية جميلة هتكلم فيها عن كل حاجة، لأن فعلا القرية دي فيها مميزات كتيرة جدا. فهنشوف شكل القرية الأول. هي بالمناسبة هي كانت اسمها الفيروز كانت سابقا، بس تجدد اسمها السنة دي وتغير. القرية دي عبارة عن زي ما انتم شايفين كده حمام سباحة وأكوا بارك، والرسوم اللي انت بتدفعها بس شامله كل حاجه في القريه، من الاكوا بارك للسباحه للبحر للشمسيات لكل حاجه، زائد ان في مطعم فيها واقول لكم عليه برضو في اخر الحلقه. دلوقتي الاكوا بارك دي هي اللي مديه روح للقريه. لو بصيت لقرى السخنه كلها هتلاقي كلها حمامات سباحه وبحر ونفس النظام بتاع خط السخنه كله، لكن اللي بيميز قريه إيليت بيتش دي ان هي فيها اكوا بارك صغيره قوي، بس بتدي روح لحمام السباحه، بتدي روح للقريه كلها. اول ما بتفتح بتخلي الجو جميل جدا في القريه في الحمام السباحه. القريه مجمله ان انت شايف كل حاجه من الشاليه، وكل شاليه انت بتنزل فيه شايف الفيو بتاع حمام السباحه والاكوا بارك والبحر، لان القريه هي يعني صغيره كده ومحدوده. ودي اميز ما فيها بالنسبه لي لو معاك اطفال، امان للاطفال ان انت شايفهم على طول، حتى لو حد في الشاليه او بعيد عنه يقدر ان هو بالنظر ان هو يشوف عياله فين او اطفاله فين. ليه في حمام سباحه للاطفال زي ما انتم شايفين اهو. دي انا بصور الصبح كان لسه محدش نزل. البحر كان برضو بدري كده والناس قاعده عليه او في وجو جميل. اللي انا عايز اقوله برضو ان البحر طوروه جدا بقى رملي. في امان في القريه. اهتمام الناس والاداره بيك لو في اي حاجه في الشاليه بيعملوها. وهتكلم برضو عن الشاليهات بعد ما شفنا الفيو والبحر وحمام السباحة. وبالليل بيبقى فيه برضو جو حلو، والشاشة دي بتشتغل بالليل وبيبقى الجو جميل برضو بالليل والقعدة حلوة. بس هي بصراحة عايزة بقى يبقى ناس معاك وصحبة كده حلوة، تكون انتوا حاجزين او متفقين ان انتوا تحجزوا مع بعض، علشان تبقى اللمة والقعدة بالليل بتبقى جميلة جدا في القعدة، سواء بنتفرج على فيلم في الشاشة او بيشغل اغاني ام كلثوم. هنا هصور قرية بالليل برضو اهي زي ما انتم شايفين الشاشة شغالة. انا نازل من الغرف الفندقية اللي انا هصورها لكم برضو في اثناء الحلقة. دلوقتي هتشوفوا الشاليه والغرف الفندقية ونظام الاستوديو ده هنشوفه مع بعض واحنا في الحلقة دي. قرية بالليل، انوار جميلة، الكافتيريا شغالة فيها جميع المشروبات تمام، زائد ان في نسيت اقول لكم ان في منطقة لعب الاطفال تمام دي، وليها رسوم بسيطة جدا. وانت قاعد مثلا بتشتغل برضو بالليل بتبقى قاعد انت على حمام السباحة او البحر وسايب اطفالك في امان في منطقة الالعاب بتاعتهم بيلعبوا. الباركنج عملوا تندات وعشان الشمس. وهنا ده مبنى المطعم والسوبر ماركت. حقيقة السوبر ماركت اسعاره كويسة، المطعم اسعاره برضو ممتازة، وبيعمل لك مصاريف تشغيل لو انت معاك حاجة بيسويها لك ويطلع لك لغاية الشاليه. السوبر ماركت برضو اسعاره زي بره، مفيش يعني اوفر قوي في السعر، وكل حاجة موجودة. هي قرية ده طريق السخنة، واتغيرت من الفيروز لإيليت بيتش السنة دي. بس اهم حاجه دلوقتي هوريكم المطعم من جوه. المطعم زي ما انتم شايفين كده مجهز ومكيف، تكييف كامل، وبيديك المنيو برضو اسعاره كويسه في الاسعار. ولكن انا عايز اقوله ان اهم حاجه علشان خاطر ان احنا بنشيل هم الاكل والشرب، ان انت ممكن لو جايب الاكل معاك ني ممكن تديه للمطعم بيسويه لك ويحطه لك في السيرفيس ويطلعه لك لغايه الغرفه او الشاليه، وبياخد عليه مصاريف تشغيل بسيطه. اللي انا عايز اقوله عشان خاطر ان احنا في الغرف الفندقيه او الاكل والشرب دلوقتي الاسعار بقت عاليه قوي، فالمطعم ده بيوفر لك ان ممكن ست البيت ما توقفش في المطبخ تاني وتشيل هم ينحى بقى تصيف وتتهوى. فالمطعم بيعمل كل حاجه وبمصاريف تشغيل قليله. ان شاء الله انتظروني في الحلقه الجايه. ان شاء الله هصور الاستوديو وهصور الغرف وهصور الشاليهات عشان ما تكونش الحلقه طويله. فانا كده اديت لكم مجمل القريه من بره وكل حاجه اللي عن القريه من بره. فانتظروني ان شاء الله في حلقات عشان ما تبقاش طويله عليكم، زي ما قلت حضراتكم في نظام الشاليه والاستوديو والغرف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.